الرزق لا هو بالحظ ولا هو بالسعي. أنت تسمع اللي يقول ليش وضعي كذا، واللي يشتكي من قلة المال، واللي ما يلقى قوت يومه. هل لهوانهم على الله ولا لأنهم أصحاب ذنوب وكبائر؟ لا والله. هل الأغنياء أقرب إلى الله من الفقراء؟ لا والله. فتطمن. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر، يتكلم عن نفسه، يقول وقد أصبح وليس عندي قوت يومي وثم زوجة وأولاد وأنا طيب القلب ساكن النفس كأني أملك 1000 دينار. وقس عليه كم واحد في الصف الأول في المسجد وما تفوته ولا ركعة مع الإمام. هل هو عقاب من الله أنه تعبان ماديا؟ لا والله وحاشا لله. قارون يقول الله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هل كان عشان حظه كويس يوم قالوا الناس اللي يبغون بس الدنيا إنه لذو حظ عظيم؟ لا والله مو عشان حظه. وينهم عانه يوم خسف الله فيها الأرض قالوا يا حظه. وقس على هذا أشخاص يجهرون بالمعاصي ومن أهل الكبائر وتلقاهم ما يصلون ولا ركعة. هل لأن الله يحبهم؟ لا والله حاشا لله. فكم واحد منا سعى، وكم منا اجتهد، وكم منا خطط، وكم منا أسس مشاريع وخسر ما قدر الله له رزق فيها. هنا بقولكم على 3 مفاهيم، وهذه خلاصة اللي وصلت له عن الرزق. فبالله خلونا نتفق عليها عشان تعيش حياة راضية سعيدة ومؤمنة بالله. وأول مفهوم اللي هو السعي. وبقول لك شيء، السعي ترى ما يغير القدر. أنت تسعى، تبذل جهد، تشتغل وتكد. السعي معناتها الالتزام والانضباط. السعي معناتها أنك تكون مستعد. متى؟ إذا جتك الفرصة اللي مقدرها الله لك فتكون جاهز. لكن ما يعني أنك أنت بتغير اللي انكتب لك أبدا. السعي وسيلة وامتثال لأمر الله بطاعته والتوكل عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب اللي هو الله سبحانه وتعالى، لكن النتيجة بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. المفهوم الثاني اللي هو الحظ. فلان محظوظ، فلانة محظوظة. وش معنى الحظ؟ إذا آمنت إن رزقك كتبها الله لك قبل لا تولد فأنت حققت 80% من راحة بالك، وال20% الثانية هي السعي اللي أنت تبذل الجهد فيه عشان تلتقي مع القدر اللي مكتوب لك. ولا يعني أنك أنت أفضل من غيرك أبدا. هذا توفيق بين سعيك وقدرك، ما له دخل في مكانتك عند الله. هل أنت أفضل أو لا؟ الأفضلية عند الله بالتقوى. ويمكن يا أخي أو أختي يكون رزقك في طمأنينة قلبك وقربك من الله، هذه ما تشترى بالدنيا وما فيها. المفهوم الثالث، الرزق ما له دخل في الابتلاءات. لازم تعرف الشيء هذا. كم مرة شفت واحد مصلي وصايم ويقوم الليل ولكنه مبتلى في ماله ورزقه، وتلقاه تعبان ومريض وعنده من المشاكل ما الله بها عليم. وكم مرة شفت واحد غني ومتعافي ورزقه الله، وهو ما خلى معصية ولا ذنب ولا كبيرة ولا صغيرة إلا سواها. ليش؟ لأن الرزق والابتلاء حاجتين مختلفات. الابتلاء شيء والرزق شيء ثاني. الله يبتلي الناس بالخير والشر. الارزاق والابتلاءات موزعة بين الناس كلهم. الأولى اختبار ردة فعلك ورضاك، والثانية اللي هي الرزق، هل شكرت هذه النعمة أو كفرتها. لكن رزقك مكتوب لك وبيوصل لك عاجلا أو آجلا، زي ما هو مكتوب لك قبل يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. فبيجيك سواء كان كثير أو قليل، فاطمئن. لكن أنت توكل على الله واسع وخلك مستعد للفرصة الجاية. رزقك مكتوب، وسعيك بيبني الشخصية اللي أنت بتكون عليها إذا وصلت رزقك. فإذا وصلت رزقك اشكر الله.